ركز معايا شوية. هناك مفعول هرمونات ولا لا؟ انا ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا اخويا هادي، خاطر انا ما نستعملش الحاجه هذه. الآفة هذه متاع الناس اللي تكذب ماهيش باش توفى، والخطر هو على صغارنا بصفة خاصة. باش نحكي على الذكور اللي مسكن يراوي للعضلات قصة عربي للفلوس والشعبية مع البنوت، ويوليو يقرمشوا في اللي يجي، يزرقوا في اللي يجي، ولا يلحسوا اللي يجي. وبطبيعة الحال أنا ما على بالي بيكم وشربوا حتى الغاز. أما للناس اللي عطيتني قدر وتسمع فيا باش نقول لكم مش صحيح اللي العضلات قصة عربي. وارن بافيت أغني وماهوش بدن، وليوناردو شعبي وماهوش بدن. كان تحب تنهض بحياتك أنا أول واحد نشجعك. الرياضة مهمة، المقلي مش كل يوم مهم، الفطاير مش كل يوم مهم، أما اللي أهم هو أنك تراجع ذاتك كل يوم باش تنهض بروحك وتكون إنسان جذاب وتطلع في حظوظك باش تعجب الطرف الآخر، ولا باش تنجح في اللي تعمل فيه. على خاطر كان تعمل عضلات بالكيمياء وما تطورش في مخك تنجم حتى تدخل بعضك يحكي معك هادي. شنو علاقتك بالدهون؟ دهون ناخذوها احنا، ناخذوها مثلا انا عندي المدرب نتاعي يدخل لي مثلا البروكلي يدخله لي معناها مرات في وجبات، فهمت. في الفيديو هذا باش نحاول نعاون سيد أحمد بأربع نصائح لعل ينفعوه ويحسنوا منه كإنسان. النصيحة الأولى كي هو موضوع السارمز والستيرويدز، تعرف روحك ماكش قدو باش تبدا ظاهر تكذب كيف الصغار. النصيحة الأولى احكي مع فريق الإعداد قبل ما تتعدى، ولا مع هادي بيدو قول له السؤال هذاك نتجنبوه. النصيحة الثانية كان قررت تكذب حاول اكذب كذبة معقولة. لهنا مثلا هذه خدمه متاع 3 شهور. مستحيل. علاش اخترت 3 شهور على الأقل؟ قلت حولت في عامين ولا 3 هكاك. الناس اللي ما تعرفش العالم هذا ينجموا يصدقوك، أما الناس اللي تفهم ما يصدقوكش حتى كي تقول 25 سنة. النصيحة الثالثة علاش السروال قصير هكا؟ تقول عليك متسلف سروال هادي وقت اللي كان عمره 10 سنين. يا أخي مش لازم نقنعك أنه المحزوق والقصير مش مزيان. ما عادش تلبس هكاكا وتو يجي نهار وتغزل روحك قبل وتقول. النصيحة الرابعة بربي الناس اللي تمشي تعيش في الخارج وتولي تخلص خير منها شوية. علاش تمشي وتسلعوا من الجرام بازار في اسطنبول المناقل ومذرحة الحوايج ومذرحة؟ كانكم تفيسوا على الناس اللي تفهم راكم تسخفوا، وكانكم تفيسوا على الناس اللي ما تفهمش راكم مواطنين والعياذ بالله.